وكرر ممكن تموت، مش بس يحصل لك حاجة، literally تموت. السلام عليكم، ازيكم شباب؟ الاخبار معكم سام سموي. حلقة النهاردة ازاي اخس 7 كيلو في 7 ايام في 6 ساعات. هل ينفع اخس رقم كبير بسرعة؟ دي الخلاصة يعني، ولكن انا اخترت 7 كيلو 7 ايام عشان الاسبوع، يعني الاسبوع 7 ايام، ولو هنقول هنخس كيلو في اليوم يبقى كده 7 كيلو في 7 ايام. هل ده معقول؟ هل يعقل؟ هل ده متاح؟ يعني ينفع؟ ينفع. هل هيبقى دائم؟ لا، هيبقى حاجة temporary يعني مؤقتة. ليه ممكن ابقى عايز اعمل كده؟ لأسباب عديدة. عندي مناسبة، عندي بطولة، عندي ميزان لازم اجيبه في ايا كانت الرياضة بقى، MMA، كمال اجسام، ايا كان. يعني لو عندك ميزان معين عايز تجيبه، عندك مناسبة تقدر تنزل كيلو في اليوم لمدة اسبوع. ولكن عشان اكون صريح معاك برضو، لو هتنزل رقم كبير زي ده بسرعة زي دي، هيبقى 90% منه مية، ووتر. ليه؟ لان انت 70% من جسمك اصلا مية، والتريكس اللي ممكن نعملها كلها ليها علاقة بالمية. ازاي بقى؟ في كذا عنصر وكذا حاجة لازم نعملها مع بعض عشان ننزل بسرعة. ولكن ارجع واقول دي مش طريقة صحية، ولكن مش ضارة قوي يعني، بالذات لو انت اوفر ويت. يعني طريقة temporary يعني مؤقتة، يعني اللي هتنزله غالبا هترجعه تاني. ازاي بنعمل كده بقى؟ المية بتحب 3 حاجات، فاحنا لو لعبنا في 3 حاجات دي غالبا هنخسر مية كتير بسرعة. هي تركاية بنخدع الجسم انه يتخلص من ماء زيادة، فعلى الميزان هتنزل بسرعة وفي الشكل هتنزل، ولكن مش هتحرق بيهم دهون بقى والجو ده وتعيش مدى الحياة سعيد والكلام ده. مفيش الكلام ده. اي حاجة بتيجي بسرعة بتروح بسرعة، واي حاجة بتاخد وقتك فيها وبتعملها صح بتعيش معاك. هنعمل ايه؟ هي هيبقى ليها بروسيس، هيبقى ليها كذا خطوة، وارجع واقول دي مش احسن طريقة ولا صحية ولا دايمة ولا اي حاجة، ولكن لو مضطر تنزل في الوزن بسرعة ممكن تعمل تريكاية. اول حاجة بنعملها بنشرب مية كتير قوي، فبنبدأ ان احنا بنشرب دبل المية اللي بنشربها. فلو انا بشرب 2 لتر في اليوم هشرب 4، ولو عرفت اشرب اكتر من ده يكون احسن، ولكن على حسب برضو انت بتشرب قد ايه. فانت لو اوريدي بتشرب 3-4 لتر، فدبل ده هيبقى كتير، هيبقى 6-8 لتر، ده الماكسيمم يعني. بس لو انت بتشرب 1.5 لتر في اليوم، فدبل 3، فممكن حتى تشرب تريبل اللي هو 4.5 أو 5 كمان. فبيسكلي لو هنحط رقم، تعال نحط رقم، فهنقول هشرب من 5-7 لتر مية في اليوم على مدار اليوم. طبعا مش مرة واحدة، خطر جدا تشرب مية كتير مرة واحدة. وكرر ممكن تموت، مش بس يحصل لك حاجة، literally تموت. وفي حالات ناس ماتت بيبقى خلص تمرين قام شارب جالون مية على طول في 10 دقايق، فمن كتر المية كتير في بقى كور دم بتنفجر وحاجات بتحصل. فممكن مية كتير بتوصل لمخك وبيحصل ضغط على المخ وإلى آخره يعني. فاوعى تشرب مية كتير مرة واحدة، خطر جدا جدا جدا. المية لازم تتوزع على مدار اليوم. أنا كسام بنصح بين الوجبات، مش حتى مع الوجبات يعني، مش مع الأكل، حتى بين الوجبات. حلو؟ يبقى ستيب 1 هشرب مية كتير جدا، وممكن أزود الملح والبوتاسيوم مع المية. حلو؟ والكاربس. يبقى انا واحده واحده. اول حاجه ازود ميه كتير جدا، تاني حاجه هزود الملح وهزود الكربوهيدرات وهقلل البروتين والفات. حلو؟ هعمل ده لمده 2 أو 3 يوم. يبقى 10 ميه كتير، ملح كتير، كاربس كتير، بروتين قليل، فات قليل.
وبعدين هعكس. هنزل في الميه جامد جدا، هشرب ميه قليل جدا، وهدخل ملح قليل جدا، وهدخل كربوهيدرات قليل جدا. هرفع البروتين قوي، وهرفع الهيلثي فات، وهرفع البوتاسيوم. في الحاله دي هخسر ميه كتير جدا، لانه قللت الميه وقللت الحاجات اللي بتمسك في الميه، فجسمي اوتوماتيكلي هيتخلص من كميه ميه كتير جدا. وهي حسبة نسبة وتناسب. فاحنا لو بنشرب 5 لتر مية او 7 لتر مية، اللتر كيلو. فانا لو بشرب 7 لتر مية وبعدين ما شربتش 7 لتر مية وعرفت انزل ال7 لتر مية دول، يبقى هنزل 7 كيلو. هي تركاية يعني. فعلى قد ما هرفع على قد ما هنزل. فمثلا لو هشرب 7 لتر لمدة 3 أيام وكاربز عالية وصوديوم عالي 3 أيام، هعمل العكس برضو 3 أيام. هشرب مية قليل جدا، لتر مثلا، اللي هو يا دوب مزمز مية، والكربوهيدرات هقللها جدا، ممكن أعدمها تماما، والملح هعدمه تماما، وهاكل بروتين عالي قوي ودهون صحية عالية قوي، وهعلي البوتاسيوم. اوتوماتيكلي جسمي على ما يستوعب انه في حاجه غلط، في خلل، لان كل اللي احنا بنعمله ده تركايه وخدعه للجسم، مجرد بس عشان انزل على الميزان وفي الشكل شويه، ولكن دي حاجه تمبوراري يعني، مش حاجه هعيش بيها يعني. اوتوماتيكلي جسمك هيبدا ينزل ميه كتير، هتبدا تخش حمام كتير، هتخسر ميه كتير، هتلاقي وزنك بينزل جامد جدا بسرعه جدا، وبعدين هيوصل ليميت وهيقف. خلاص جسمك هيقول اوكي، الميه المتبقيه دي انا محتاجها، هحتفظ بيها. عشان كده هي اخرك اسبوع 7 ايام، وبعد كده لازم تبدا تشرب ميه تاني بقى، وتدخل ملح وكربوهيدرات، والا هيحصل هتزيد الوزن ده تاني. عشان كده في لعبه كمال اجسام في البيك ويك في لعب بيحصل. ايه اللعب اللي بيحصل؟ بنشرب ميه كتير قوي وبنقلل كربوهيدرات قوي، وبعدين بنعكس، بنرفع الكربوهيدرات وبنقلل الميه. ايه اللي بيحصل؟ الكربوهيدرات بتروح للعضلات، عشان احنا في لعبه كمال اجسام عندنا عضلات كتير يعني، فالكربوهيدرات اولويتها تروح للعضلات. وطبعا بنتمرن، بس ما بشربش ميه كتير زي الاول، فاي ميه موجوده في الجسم العضلات اولى بيها، فهتخش العضلات. فعشان كده تلاقيه يوم الماتش ناشفين قوي. ليه؟ لانه بنخسر الميه اللي بين العضلات وبين الجلد، بتخش جوه العضلات، بتتبع الكربوهيدرات، الجلوكوز، السكر. الجلوكوز بيخش ومعاه الصوديوم ومعاه الميه، بيمشوا ورا بعض، فتنزل كربوهيدرات تنزل صوديوم، الميه تبدا تنزل معاهم لان الميه بتجري وراهم. فدي طريقه علميه جسمي بيتعامل بيها، سواء عايز يزود الميه في الجسم او يقلل الميه في الجسم. وافتكر انت 70% منك ميه، فسهل قوي تلعب في الميه وتشوف فرق كبير في الميزان، ولكن ده غير صحي وغير عملي. الصح اني اخسر دهون، لان الدهون اكتر حاجه بتاخد سايز، وزن، وملهاش لازمه في جسم البني ادم. فالصح ان انت تشتغل ان انت تخسر دهون. لو خسرت دهون هتخسر ميه، وبالتالي شكلك هيبقى احلى، وعلى الميزان هتبقى اقل. متنساش تعمل سبسكرايب عشان تشوف كل الحلقات اللي بنزلها، واي افكار او اسئله عندكم اكتبوها في الكومنتس عشان اعمل لكم حلقات على حسب الاسئله اللي بتسالوها. اما لو عايزني اساعدك توصل لهدفك، سواء زياده في الكتله العضليه، عايز تنشف، عايز تحرق دهون، عايز تبقى اقوى، عايز تدخل رياضه بسيطه في حياتك، عايز تظبط نمط حياتك، نومك، اكلك، عندك الضغط، السكر، القلب، كوليسترول، اي مشاكل من دي، ابعت لي اونلاين تريننج وهنتواصل معاك واشوف حالتك واشرح لك ايه احسن واذكى طريقه نوصل بيها لهدفنا واحنا مرتاحين ومبسوطين وبناكل الاكل اللي بنحبه ومش مأثر علينا في حياتنا الروتينيه، سواء شغل او اهل او فاميلي والى اخره.
Sam Moy, I love you and we are out.